أهلا بكم. دي المحاضرة الثانية من مقرر تكنولوجيا الأغذية لطلاب الماجستير المهني سلامة وجودة تصنيع الأغذية لطلاب كلية الزراعة قسم علوم الأغذية والتغذية جامعة سوهاج. الخبز هو عجينة متهوية ومخبوزة تحضر عن طريق مزج الحبوب مع إضافة الماء والملح، مزج دقيق الحبوب طبعا. الخميرة اللي موجودة هتستهلك السكر اللي موجود في الدقيق والناتج عن تأثير إنزيمات الأميليز على النشا عشان يتصاعد عندي غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيحدث نتيجة التخمر. الغاز اللي بيتصاعد بيرفع العجينة عشان تكون بشكل مهوى وقابلة للانتفاخ، ده نتيجة تكون الشبكة الجلوتينية الناتجة عن وجود الجلوتين في الدقيق. الخميرة المستخدمة بتكون إما خميرة مضغوطة رطبة أو خميرة جافة، بتسمى خميرة الخباز. والخميرة دي بتحتاج لنموها السكر البسيط اللي بيكون ناتج عن تكسر الأميليز وبيدينا سكر بسيط. درجة الحرارة المثلى أو ذروة نمو الخميرة دي بيكون عند 30 درجة مئوية، وبيقل نشاطها مع زيادة الحرارة حتى 45 درجة مئوي لحد ما تصل لدرجة الفساد أو تلف الخميرة عند 52 ل 55 درجة مئوية. وعشان نخزن الخميرة دي عشان نستخدمها في مرات خبز أخرى يفضل تخزينها عند 4 درجات حرارة مئوية. بالنسبة للخبز الإفرنجي تصنع على العيش الفينو، بيتم تصنيع العجينة بإضافة المية للدقيق ورفع العجينة بواسطة ثاني أكسيد الكربون الناتج من الخميرة زي ما قلنا. وبيتم في المراحل التالية: أولا عملية الخلط، ودي بتتم عن طريق المزج الكلي أو عن طريق استخدام عجينة إسفنجية. المزج الكلي إن أنا بمزج كل مكونات الدقيق مع بعضها، وبضيف المية، كل مكونات العجينة اللي هي المية بضيفها للدقيق بنسبة 65 ل 70% لكل كيلو جرام من الدقيق، وبضيف الخميرة بنسبة 2.5%. وبنستمر في عملية الخلط أو العجن لمدة من 8 إلى 15 دقيقة. الطريقة التانية اللي بتتم عن طريق عجينة إسفنجية أو عن طريق العجينة البادئة، ودي بناخد جزء من الدقيق ونعجنه ونسيبه فترة من 3 ل 4 ساعات عشان يديني عجينة إسفنجية بتساعد على تنمية وتقوية الخميرة. والطريقة دي بتستخدم في حالة ضعف الخميرة او لما اكون شاكك ان الخميره دي مش هتأدي الغرض، فبعمل جزء منها عجينه اسفنجيه وبعدين اضيفه لكميه الطحين مره اخرى عشان اوصل للعجينه المناسبه. بعدين بيترك الخليط ده للتخمر عشان ينتج عندي ثاني اكسيد الكربون اللازم لرفع العجينه اللي بينتج نتيجة استهلاك الخميرة اللي موجودة عندي للسكر البسيط الناتج من تكسر الأميليز. بعد كده بتقطع العجينة بواسطة ماكينات خاصة عشان تتشكل وتتقطع في الأوزان المطلوبة، اللي بعد كده بتتكور وتتاخد كل جزء لوحده بحيث يكون حجمه مناسب لحجم قطعة الخبز اللي هيتم تشكيلها منه. بعدين يتساب عشان يتم التخمر الثانوي عشان تستعيد العجينة شكلها تاني بعد القطع مدة من 8 ل 15 دقيقة. بعدين تدخل العجينة على مرحلة التشكيل. بعد كده بتوضع العجينة في قوالب الخبيز، كل قطعة بتوضع في قالب خاص بها وتتساب لاستكمال عملية التخمير على درجة حرارة من 35 ل 37 درجة مئوية ورطوبة نسبية من 80 ل 85 درجة مئوية لمدة قد تصل إلى ساعة. بعد كده عملية الخبيز اللي هي أهم وأدق مرحلة اللي بيتوقف عندها جميع التفاعلات الحيوية وبيحدث موت لكل الخلايا الحية من الخميرة. بعد كده بيتم تبريد وتقطيع وتغليف الخبز الإفرنجي آليا وأوتوماتيكيا ثم توزيعه على المحلات أو الماركت. ده بيختلف قليلا عن الخبز البلدي اللي بيستخدم فيه أنواع خميرة بلدية. تمام. والخبز البلدي ليه عدة مسميات منها العيش الشامي أو العيش الماوي أو العيش الشمسي. وقديما
كان بيستخدم بعض الطحين الأسمر مع طحين الذرة الرفيعة، وكان بيسمى خبز البتاو أو خبز السن. وده خبز بيكون مناسب أكتر لمرضى السكر واللي بيعانوا من بعض المشاكل الناتجة عن استخدام طحين القمح العادي، زي مرضى حساسية الجلوتين أو مرضى السيلياك. ايه التغيرات والتفاعلات اللي بتحصل اثناء مرحله الخبز؟ اولا في مرحله الخلط او العجن بتحصل المرحله الاولى اللي هي مرحله البيك اب، وفي المرحله دي كل المكونات بترتبط مع بعضها في وجود الميه وتديني مظهر غير متجانس للعجين، وبيكون عندي اجزاء مبلله بالماء واجزاء غير مبلله. بعد كده المرحلة التانية الكلين اب، ودي أذرع العجان فيها بتبدو نظيفة وتخلو من أي مظهر غير متجانس. وكمان بيكون العجين عندي في عبارة عن كتلة واحدة بتتحرك داخل العجان. بعد كده مرحلة تطور أو استواء العجينة، ودي بتكون فيها العجينة ظهرت بالمظهر اللامع والمتماسك والقابل للتقطيع. بعد كده المرحلة النهائية وبيكون العجين وصل إلى المطاطية القصوى وتكونت شبكة الجلوتين بشكل كامل، وبيديني شكل ناعم مطاطي أملس سهل فرده وتقطيعه على صورة الكور اللي بعد كده هيتم فردها لتكون قطع الخبز. لو زادت مرحلة العجين بيدخل بعد كده العجين في مرحلة الطراوة، اللي بيبدأ المية تخرج وتترك التكوين الشبكي، وبعدين اللمعة في العجين بتزيد وبيكون عجين مماهي، يعني في قطرات مية على سطح العجين. ولو زادت كمان مدة العجن مرحلة أكتر من كده بيدخل عندي في مرحلة بنسميها مرحلة البريك داون أو مرحلة الانهيار، اللي بيفقد فيها العجينة كل مواصفاتها وتكون غير قابلة للمط والفرد مرة أخرى. كمان هيكون صعب تناولها من العجان باليد العادية. التغيرات اللي بتحدث في مرحلة التخمر بنلاحظ زيادة في نشاط إنزيم البيتا أميليز، اللي بيعمل على نشا الدقيق ويديني المالتوز والجلوكوز اللي بتستخدمهم الخميرة عشان تنتج ثاني أكسيد الكربون. زيادة نشاط الإنزيمات المحللة للبروتين كمان نتيجة لعملية التخمر، وبتحلل لي الروابط اللي موجودة في البروتينات خصوصا الجلوتينين والجليادين المكونين للجلوتين. وبعد كده ده هيؤدي إلى تحسين الصفات الطبيعية للجلوتين من ناحية المطاطية والمرونة. كمان بتنشط عندي إنزيمات البنتوزانوز اللي بتحلل لي سكر البنتوزان وينتج سكريات خماسية حرة زي الزيلوز والأرابينوز، اللي بتلعب دور مهم في تكون اللون الخارجي لقشرة الخبيز عن طريق تفاعل ميلر. بينشط كمان في فترة التخمر انزيم الفيتيز اللي بيكون موجود بشكل طبيعي في حبيبات القمح، وده بيحلل لي الفيتيك اسيد ويديني فوسفات حر غير عضوي زي ما واضح قدام حضراتكم. وده هي المركب ده هيفقد قدرته على الارتباط بالعناصر المعدنية زي الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك، وبالتالي مش هتتحول لمركبات غير ذائبة، هتتحول لمركبات ذائبة في الماء يمكن للجسم امتصاصها والاستفادة منها. طب ايه هي العوامل اللي بتأثر على عملية التخمر؟ وجود السكريات الحرة طبعا اللي بتستخدمها الخميرة عشان ينتج ثاني أكسيد الكربون زي المالتوز والجلوكوز والسكروز والفركتوز. كمان نشاط انزيم الاميليز، كلما زاد نشاط انزيم الاميليز هيزيد عندي السكريات الحرة اللازمة أو السكريات البسيطة اللازمة لنمو الخميرة. كمان نشاط الخميرة نفسها، لو الخميرة نشطة هيكون التخمر بشكل أسرع، لكن لو الخميرة أقل نشاطا هيكون التخمر أبطأ. درجة الحرارة لازم تكون درجة الحرارة مناسبة لتكاثر الخميرة خصوصا في المرحلة الأولى. الرطوبة كمان لازم يكون عندي 70 ل 75% رطوبة عشان تكون ملائمة لنمو الخميرة. كمان قوة الدقيق، لما تزيد قوة الدقيق بتزيد الفترة اللازمة، يعني بتزيد صعوبة تكون الجلوتين زي الأقماح الصلبة أقماح الديورا المستخدم في المكرونة، بيكون التخمر فيها صعب وبيكون نمو الخميرة فيها أبطأ من السكريات السوفت أو السكري من الأقماح السوفت أو الأقماح اللي بتستخدم في صناعة الخبز. التغيرات اللي بتحصل في مرحلة الخبيز لما بيوضع الخبز في الفرن ويقابل درجة حرارة عالية بيحدث ارتفاع فجائي، لأن الغازات بتتمدد والكحولات بتتمدد والهواء الدايب في المية يتبخر جزء كبير من المية
وكل الكحولات تقريبا بتتطاير. عشان كده الفقاعات الغازية اللي موجودة داخل الخبز بتنتفخ وتدي الحجم المميز والكبير لأرغفة الخبز. يحدث جفاف فجائي لسطح الخبز وجوانب الخبز، وبالتالي يمنع خروج الفقاعات دي ويحافظ قطعة الخبز أو رغيف الخبز على شكله المنتفخ. ولأن النشا والبروتين هو الجزء الأكبر من العجين، فلما بترتفع درجة الحرارة الشبكة البروتينية ومعظم البروتينات هيحدث ليها دنترة، وهتتحول الخيوط الرفيعة دي إلى خيوط متدنترة بتكون لي الهيكل البنائي لرغيف الخبز، وبالتالي يصعب انهيار الخبز. ده كله هيؤدي إلى جلتنة النشا نتيجة ارتفاع درجة حرارة الفرن. بتمتص حبيبات النشا المية اللي موجودة في العجين والميه الناتجه من دنتره البروتين، وبتنتفخ حبيبات النشا، وده بيسمى الجلتنه. في الخبز الافرنجي او الفينو بيحتوي على 2 ل 4% منه شورتنينج او دهن مهدرج، وده الدهن المضاف للدقيق اثناء عمليه العجين. وارتفاع درجة حرارة الخبز بتسبب انهيار بتسبب انصهار الدهن، وتقوم بتشحيم الشبكة الجلوتينية وبتشحم حبيبات النشا، وده بيساعد في عملية الجلتنة ويكسب الخبز الإفرنجي المنظر المميز ليه. وانصهار الزيت ده برضو خلال فترة الخبز بيؤدي إلى تشحيم حبيبات النشا، وهيديني التكتشر الناعم والملمس الحريري والقوام المناسب من الداخل للخبز. انزيمات الاميليز كمان خصوصا البيتا اميليز خلال الفترات الاولى من الخبز تعمل بتنشط على درجة حرارة 65 إلى 72 درجة مئوية. بيتحول النشا اللي موجود على سطح الرغيف إلى ديكسترين اللي بيدي اللون البني القابل للذوبان في المية، وبيكون مسؤول عن صفات الجودة الخارجية للخبز. نتيجة لارتفاع الحرارة كمان الأحماض الأمينية زي اللايسين بتتفاعل مع السكريات المختزلة ويدينا اللون المميز للخبز اللي بنسميه تفاعل ميلارد. بتحدث كمان كرملة في وجود سكر اللبن اللاكتوز او السكروز على درجه حراره 132 مئوي اللي هي 270 فahrenheit، وبالتالي ودي لا يمكن ان يصل اليها رغيف الخبز. لكن لو زادت عمليه الخبز او زادت حراره الخبز هيحصل عندي كرمله في سطح الخبز. صناعة المكرونة بتستخدم فيها صناعة الأقماح الصلبة زي قمح الديورم، لأن كمان الجلوتين فيها بيكون قوي وبيكون غير صالحة للخبز، عشان كده تفضل في صناعة المكرونة. خطوات صناعة المكرونة: بنمزج الدقيق بالماء أو السميولينا بالماء، بنعجن وبعدين نعدل القوام لحد ما نصل لقوام متجانس يسهل كبسه في عملية الكبس والتشكيل. بعدين تسوى المكرونة على درجات الحرارة المناسبة، وبعدين ترجع تبرد للتعبئة. وبعدين بيتم تجفيف المكرونة في تيار هوائي ساخن على درجة 40 ل 50% رطوبة لمدة 20 دقيقة، ثم تبرد مرة أخرى. الصفات الجيدة للمكرونة: الصلابة وانتظام ولمعان المقطع عند الكسر، وإمكانية تاني القطع الطويلة زي الاسباجيتي منها. كمان يكون لها لون أصفر كهرماني وشفاف. تكون متماسكة القوام بعد الغليان في الماء لمدة 10 دقائق. كمان يكون حجمها قابل للزيادة والتضاعف بعد السلق لمدة 10 دقائق. بشكركم، ودي كانت المحاضرة الثانية من مقرر تكنولوجيا الأغذية لطلاب الماجستير المهني سلامة وجودة تصنيع الأغذية بقسم علوم الأغذية والتغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج. تحياتي.